بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بألف خير. منوريني جميعا، كلكم منوريني. النهارده هنتكلم مع بعض عن رحلة شفاء الطفل الداخلي. آه سريعا كده للناس اللي ما تعرفنيش، أنا اسمي خلود زيان، سيرتيفايد بروفيشنال كوتش من ليجاسي كوتشنج انستيتيوت، اخصائي ارشاد نفسي معتمد من جامعه عين شمس، وحاصله على الماجستير المهني في الصحه النفسيه. آه ده كده بشكل مختصر، ومدرب معتمد برضه من جامعه عين شمس. النهارده هنتكلم مع بعض عن ايه؟ عن رحله شفاء الطفل الذكي. احب كده في الاول اسمع منكم، حد عنده فكره ايه هو او ايه هي الطفل الداخلي؟ مم. قلنا مشاركات. عايزه اسمع. ها مين؟ يلا يا نانسي. بصي، الأول ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله منورانا. بصي، الطفل الداخلي ده اعتقد اللي هو يعني تراكمات جوايا من وانا طفلة، حاجات ما عرفتش حلو. اعبر عنها ففضلت مم. جوايا، فالطفل بتاعي لسه ما كبرش، انا ما كبرتش لسه، في جزء مني جوه. اوكي ماشي حلو. حد عنده فكرة تانية ايه ممكن يكون الطفل الداخلي؟ حلو قوي يا نانسي. ممكن تكون الحاجات اللي أثرت في شخصيتي عن طريق التربية من وأنا صغير، القيم، المبادئ، العادات، الترومات كده يعني. حلو حلو قوي. طيب يعني كده نبتدي. حلو برضو يا آلاء، باست فيرجن مين جميل. طيب تعالوا كده نبتدي الموضوع من البداية خالص. خلوني ابتدي بسؤال. طبعا حتة الكوتشنج لازم تطلع كده، فلازم نبتدي بأسئلة في الأول. هل عمرك حسيتي ان في حته جواكي كده، جزء جواكي حساس قوي، سنسيتيف، بيتألم بسرعه، بيتأثر باللي حواليه بسرعه، بيتأثر بالأحداث اللي حواليه، بيتأثر بمشاعر غير، وحد عنده مشكله فبتبتدي تتأثر. ممكن أكون مثلا بتعلق بالناس بسرعه، بخاف من الرفض، بخاف من الهجر والفقد، أو حتى أكون بهرب بهرب من حاجات كتير. الجزء اللي جوانا ده ساعات بيخلينا نتصرف تصرفات مش شبهنا، او احنا فاكرين انها مش شبهنا، بس ده بيبقى صوت الطفل اللي جوايا، الطفل اللي مستني لسه حد يسمعه. طيب خلونا في البداية كده نتكلم يعني ايه اصلا آه طفل داخلي، وازاي بيتكون. اوكي. آه فكرة الطفل اللي جوانا أو الطفل الداخلي مش فكرة جديدة، هي فكرة موجودة من آلاف السنين خالص. حتة كده إيه نظري شوية لازم نبتديها في الأول علشان نبقى عارفين الفكرة جاية منين. هي جاية من ثقافات كتير قوي حوالين العالم، بس يعني في الزمن الحديث علماء النفس زي مثلا كارل يونغ سماه الطفل الإلهي. عندنا حد زي إيميت فوكس قال عليه الطفل المعجزة. عندنا ناس زي أليس ميلر ودونالد وينكت وغيرهم قالوا عليه الذات الحقيقية. هنتكلم برضو شوية عن الذات الحقيقية دي قدام. وناس كتير قوي بقى من علماء النفس اللي شغالين في مجال الإدمان ومجال علم النفس سموه بالطفل الداخلي. الطفل الداخلي ده هو الجزء العاطفي اللي جوه الإنسان، الجزء اللي شغالة فيه بالمشاعر. تمام. بيتكون امتى؟ بيتكون تقريبا في اول 6 7 سنين من عمر البني ادم. يعني في الطفوله اول 6 7 سنين هم اللي بيأثروا على الطفل الداخلي بتاعنا، هم بيأثروا على تكويننا وعلى شخصيتنا. عشان كده في مدارس كتير قوي بتقول لك التربيه من بعد 7 بتبقى صعبه. ليه؟ لان التشكيل الانساني الاساسي بيبتدي في اول 6 7 سنين. اقول لكم حتى من اول ايه؟ عارفين لما بيبقى في بيبي صغير بيعيط، وتلاقوا في ناس تقول لك ايه اول ما يعيط شيليه، وفي مدرسه تانية تقول لك ايه لا اوعي تشيليه اول ما يعيط، ده كده هيتعود على الشيء. ايوه، ما هو ايه المشكله لما يتعود مع الشيء؟ ما هو اصلا عنده احتياج للامان،
فانا بديله الاحتياج ده لما بحضنه وبطبطب عليه. فهو من اول بدايات عمره بيبتدي تكوين الطفل الداخلي اللي جواه، مخزون كبير قوي، مشاعر، احتياجات، جروح، تروما، زي ما كانت اسمها بتقول، فرح، غضب، حزن، مشاعر كتير قوي. كل تجربه مرينا بيها ما فهمناهاش وقتها واتخزنت جوانا بتتكون في الطفل الداخلي. لو اتجرحت وانت صغير، لو حد تجاهلك، يعني الاهل قاموا بالتجاهل، او حتى المدرسه او غيره، او الجد والجده، لو حبيتي تعبري عن مشكله ما او شعور ما واتقال لك كبري دماغك، يا انت بتفكري كده، مش عارفه ايه الكلام ده كله، الجرح ما اختفاش. يعني الجرح اللي احنا حسينا بيه ممكن نكون عملنا له كبت، ممكن نكون عملنا له انكار، ممكن نكون ركناه على جنب، بس هو ما اختفاش. الطفله دي اتحبست جوانا ولسه بتدور حتى الآن على الأمان، على الاهتمام، على احتياجاتها الأساسية اللي فقدتها في وقت الطفولة. الجزء ده من الإنسان، الطفل اللي جواه ده بيبقى لسه حي، ماشي. هتلاقيه في أوقات الطاقة بتاعتك، هتلاقيه في أوقات الفضول، هتلاقيه وقت الإبداع، اما تتحركي، اما تتكلمي بحريه من غير ما تحطي ماسكات وتقولي ده وش الشغل وده وش البيت وده وش الصحاب. لا، اما تبقي براحتك، اما تبقي على طبيعتك من غير اي فلاتر، في زمن الفلاتر يعني في زمن كل حاجه احنا عايشين بيها في فلاتر. فحقيقتك اللي بجد ما بتبانش غير وانتي مع نفسك. للاسف الشديد احنا في مجتمعاتنا وفي زماننا دلوقتي بننكر او بنخبي جوانا ال الوش ده عشان حاجات كتير قوي، عشان المجتمع، عشان اهالينا ممكن يكونوا من غير قصد بيخلونا نعمل كده. في حته لما بتبقي مثلا عايزه تعبري عن رايك بتقول لك اسكتي اسكتي، ايه ده والله هي يطلع لها صوت، عارفين انتوا الحاجات دي. فاما بنتعود ان احنا نمنعه من التعبير، اما بنتعود ان احنا نكتم مشاعر الطفل اللي جوانا ده، بتظهر بدل منه شخصيه ثانيه بنعيش بيها. الشخصيه دي هنتكلم عنها تاني بعد شويه، اسمها الذات المزيفه. حاجه كده احنا ماشيين بيها في حياتنا عشان نعرف نتكيف مع الظروف، عشان نعرف نتعامل معاها، لكن مش بالضروره تكون حقيقتنا. للاسف في ناس الموضوع بيكبر معاها شويه، فمش بس بتعيش ذات مزيفه، مش بس بتعيش شخصيه متاثره بمشاكل الناس اللي حواليها، ساعات بتبتدي تخش في مثلث الدراما. مثلث الدراما ده اللي هو دور المنقذ، دور الضحيه، دور الجلاد، وتعيش شايفه نفسها واحده من الادوار دي. يا اما تعيش نفسها دور الضحيه طول الوقت، انا الغلبانه اللي الدنيا كلها جايه عليا، يا اما شايفه المنقذ اللي لازم الحق اي حد واقع في اي مصيبه، انا لازم الحقه، يا اما جلاد بتبتدي تاذي غيرها في محاولات لانها تخلي الناس تشوفها وهي مش حاسه. اوقات ما بنعرفش نحل جروحنا النفسيه او صدماتنا العاطفيه دي. فمهم قوي ان احنا نرجع نسمع صوت الطفل الداخلي اللي جوانا، نرعاه، نفهمه، نسمعه، نرجع نعيشه تاني. من الاخر، عشان انا عارفه ان انا لغيت كتير، الطفل الداخلي ده هو الجزء الحقيقي قوي والاصيل جوانا. كان موجود من اول ما اتولدت، زي ما قلت لك كده، من اول ما بتبقي مصدر المشاعر، اللعب، الابداع، الحب، الحزن، الغضب، مركز كل المشاعر. آه الطفل الداخلي ده اتعرض لتجارب صعبه، قد تكون عنيفه، قد تكون مؤذيه، قد تكون مؤلمه، قد تكون مؤلمه في التجاهل نفسه، مش شرط يكون عنف، ضرب واذيه او كده، بس ممكن تكون حتى في التجاهل في ابسط صورها عدم الاهتمام. فده كده بشكل عام ايه هو الطفل الداخلي. خلونا نسال نفسنا كده سؤال، ده انا عايزه اسمع منكم. لو شفتي نفسك طفله صغيره دلوقتي، اكتر حاجه كانت نفسك تسمعيها وقت الزعل كانت ايه؟ عايزه اسمع منكم. احنا عددنا كبير فممكن تختاري اسم حد يقول، عارفة؟ عايزه
تحت الميكروسكوب زي ما بيقولوا، يعني اخلي حد يجاوب وهو مش عايز. بس في اوبشن ان احنا بنعمل ريز هاند، فهلاقي الاسامي وهطلع منها، فاللي حابب يتكلم ينطلق. يلا يا نانسي. بصي يعني انا نفسي قوي ساعتها هقول لها ما تزعليش ما تعيطيش، حصل خير كله هيعدي فداكي. هاخدها وافسحها وهديها. مش هقسى عليها، مش هقول لا، مش هقسى عليها، هبقى حنينه عليها. طب ليه هتقولي لها ما تعيطيش؟ ايه المشكله في العياط؟ هي المشكله مش في العياط بس، مش كفكره عياط بس، لما انت تكوني بتعيطي فانت تقولي اللي قدامك معلش ما تعيطش ما تزعلش، مش عشان فكره ما هو بيعيط. دي حاجه من الوعي المجتمعي بتاعنا، كويس ان انت اتكلمتي فيها. احنا اتعودنا نقول ما تعيطش، ليه ما نقول ما نعيطش؟ يعني ليه لما نلاقي حد يعيط نقول له ما تعيطش؟ احنا فاكرين ان احنا كده بنهديه او بنخليه يوقف الانفعال بتاعه، بس الفكره ان احنا بنحجر على مشاعره. ما تعيطش، ما تطلعش انفعالك، ما تتاثرش، لا عيطي، لو العياط هيريحك عيطي، طلعي كل اللي جواكي، فرغي كل مشاعرك، وبعد كده نبتدي نشوف هنتعامل معاها ازاي. فدي نقطه كويس قوي ان انت يعني اتكلمتي فيها طب انا وخليتينا عايزه اقول نتكلم لك فيها حاجه نانسي. برضو بعاني منها امم ولحد دلوقتي، ودي اعتقد دي برضو ليها كان اثر زمان، لما حد ما اكون متضايقه ومنهاره وحد يقول لي اهدي، بكره الكلمه دي جدا. مش عايزه حد يقول لي امم اهدي، عايزه اطلع كل اللي جوايا، بتعصب فعلا من كلمه اهدي دي، ما بحبهاش ابدا. يعني اللي هو برافو بدل ما عليك، تقول ده لي حقيقي، اهدي تعالى طبطب عليا. ده حقيقي، ده حقيقي، برافو عليك. حلو قوي. ماشي. هناخد في كل كده سؤال مشاركة، علشان ايه الناس اللي رافعة ايديها دي تستمر، ها، علشان نعرف نكمل السيشن بتاعتنا. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض تأثير الطفلة الداخلية دي علينا ايه؟ يعني بيعمل فينا ايه؟ تعالوا كده احكي لكم عن قصة كده تخيلية شوية، يعني هي قصة خيالية عن واحدة اسمها سين. تمام؟ سين دي بتحس انها لازم ترضي كل الناس اللي حواليها، حتى على حساب نفسها. في الشغل هي بتشتغل بزياده قوي، لو حد جه عليها ولا مديرها ظلمها ولا زعق لها ولا حد من اهلها تسكت، بتقول انا لازم ابقى طيبه، اصل انا لو ما بقتش طيبه هيبعدوا عني. الحقيقه اللي بيقود الطفله دي اللي اتقال لها زمان، اتقال لها زمان ايه؟ لو ما سكتيش هنزعلك، لو ما بطلتيش عياط هتتضرب، لو ما سمعتيش الكلام انا هبعد عنك، لو ما عملتيش مش عارفه ايه مش هاخدك معايا. فبيبتدي يتكون عندها شويه استفهامات، شويه حاجات شايفه ان هي مجبره تعملها علشان تحصل على اللي محرومه منه ده في المقابل. زي ما قلنا مش لازم ابدا الطفوله دي تكون مليانه عنف عشان تترك اثر، بس ممكن يبقى التجاهل، التهميش، ان احنا ما نسمعش الطفل من وهو صغير، التسلط اللي بيعمله الاب او الام، او حتى الحب المشروط، ده اسوأ نوع بجد من وجهه نظري. اني دايما بقول بحبك بس لما بنسمعها من اب او ام، او اب وام يقولوها للطفل، ده نوع من انواع الاذى. آه الناس اللي تعرضت للطفوله مؤذيه غالبا بينكروا الالم ده او يقللوا منه، وانا شفت ده بعيني في جلسات الكوتشنج. يبقى العميله قاعده قدامي شايفه ان هي ده انا بابا عمره ما مد ايده عليا، انا بابا ده كان طيب جدا، انا بابا ده ما كانش فيه مني، وبعديها بشويه تقول لي ده كان عليه بصه، لو بص لي بس البصه دي انا اتنفض من مكاني. وهو ده نوع من انواع الاذى. هو مش شرط يكون اتكلم، بس هو عمل رعب نفسي عليكي، وعارف ازاي بيأثر عليكي، عارف ازاي يوصلك الاذى حتى لو ما اتكلمش. فده مهم ان احنا نشوفه. فالتأثير ده بيبان في حاجات كتير قوي. بيبان في اكتر من موقف، بيبان في اكتر من مجال. الاحتياجات العاطفيه اللي ما لقيناهاش من واحنا صغيرين، وهكلمكم في الاخر كده على شويه احتياجات كتير قوي للانسان، عشان تشوفي انت عندك الاحتياج ده ولا انت لسه محتاجاه، وبتدوري عليه ازاي، وبتعوضيه ازاي. اما بقى دايما بدور على الامان،
والله يا جماعه بيسيب اثر من اول ما البيبي فعلا بيبقى رضيع، ويبقى طالب امان، يطالب حضن بابا وماما، ونقول سيبوه عشان ما يتعودش لما هيتعيط يتشيل. بيبان بيبان ان الطفل ده محتاج امان من وهو صغير. بيبان من ساعه لما كان بيبقى قاعد مع بابا وماما، ومره واحده الاثنين اختفوا من قدامه وبقى مع جده وتيتا، وهم خرجوا وراحوا مشوار من غير اي مبررات، من غير ما يقولوا له الاول ان احنا ماشيين، من غير اي تهيئه نفسيه للطفل، فبيبتدي يحس بعدم الامان. بيبان في مشاعر كتيره قوي قوي قوي: غضب، توتر، قلق، اكتئاب. كل ده انا مع حاجات ما عالجتهاش من ايام الطفوله، دي بتطلع عليا وانا كبيره، يعني بتظهر قدام مش بس من وانا صغيره. في مواقف كتير احيانا بنعدي بيها نلاقي نفسنا بنتصرف فيها نفس التصرفات، يعني اللي هو انا عملت ده قبل كده وتصرفت نفس التصرف ده، ليه بكرر الغلطه تاني؟ انا مش فاهمه. يعني ليه انا بعد ما عملت الحاجه دي وخلاص عرفت ان الحاجه دي فيها اذيه ليا او فيها مشكله او فيها حاجه، الاقي نفسي بكرر نفس الغلطه تاني؟ وده بيبان بوضوح قوي 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 في العلاقات، بالاخص. تلاقي واحد او واحده ارتبطوا في علاقه، الطرف التاني كان مؤذي، مؤذي باي شكل من الاشكال اللي احنا قلناها، وبعد ما سابوا العلاقه دي رجعوا ودخلوا في علاقه جديده نفس الشكل. طب ايه؟ انا ايه اللي اتعلمته؟ طب انا ازاي داخله ده تاني؟ في اللحظه دي اللي بيتحرك، اللي بيمشيني الطفله اللي جوايا، مش العقل الواعي، مش عقلي دلوقتي اللي انا فاهمه بيه كل حاجه، لا. اسفه جدا 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 جدا، انا ما اعرفش هو ايه اللي حصل اصلا، بس هو رفض يفتح المايك. هو رفض يفتح المايك، هو دي المشكله كلها، انه ما كانش راضي يفتح المايك. اوكي، انا اسفه مره ثانيه، انا اسفه انا اسفه انا اسفه، بس يعني معلش الانترنت فصل فكل حاجه باظت. هنرجع تاني، وانا بعتذر مره ثانيه على اللي حصل ده. شكرا لذوقك، شكرا لذوقك. اوكي. آه احنا كنا بنتكلم على نقطة التأقلم مع الظروف الحياتية دلوقتي، وازاي بنعيش بذات آه مزيفة أو ذات مصطنع. مظبوط. أنا هعيد الحتة دي تاني عشان أنا مش عارفة النت فصل في أي حتة بالظبط، عشان أبقى يعني اتكلمت فيها كلها مرة واحدة، وهنعيدها تاني. احنا كنا بنقول إن ازاي صوت الطفله المجروحه دي بيظهر في حياتنا. اوكي. بنتعرف على نمط معين بنلاقيه بيتكرر بشكل او باخر في الحياه. آه حاجه بنعملها ونلاقي نفسنا الحاجه دي بتوجعنا او بتاذينا، ونلاقي نفسنا بنكرر نفس الموضوع مره ثانيه. طب ليه؟ طب ما احنا اتوجعنا منه، ليه بنكرره بنفس الموضوع؟ هي دي الفكره، في نمط بيتكرر. ماشي. لازم انا بقى ابقى فاهمه النمط ده عامل ازاي. باجي امسك اي سلوك معين انا بعمله، سلوك زي سلوك التعلم، المثاليه، ونحاول نشوف الحته اللي وراء الداخليه اللي جوانا كانت ايه. فعندنا مثلا علشان نقدر نتاقلم مع ظروف البيئه اللي حوالينا، زي ما قلنا بنعمل ذات مزيفه او شخصيه فيك، شخصيه مصطنعه، شخصيه لابسه ماسك علشان تتعامل مع اللي حواليها بما يرضي اللي حواليها، بما يرضي الكبار اللي كانوا بيزعقوا لي وانا صغيره. ببتدي اعمل كبت للطفل الحقيقي اللي عايش جواه. خلاص. زي ما قلنا الذات المزيفه او المصطنعه دي بتحمينا جدا جدا جدا، لاننا خايفين من الاذى الواقع علينا من الناس اللي حوالينا دي، لكن بتعمل لنا مشكله في المستقبل، بتعمل لنا مشكله لما بنكبر، بتمنعنا ان احنا نعيش حقيقتنا، لان احنا اتعودنا ان احنا لو بقينا حقيقتنا لا هنتسمع ولا هنتشاف، وكمان هنتاذي. بيبان صوت الطفله المجروحه دي في كذا حاجه، يعني هنشوفه في اكتر من موقف. هنشوفه مثلا في العلاقات. خلاص. هنشوفه في الشغل، هنشوفه في الحديث الداخلي ما بيني وما بين نفسي. قبل ما اخش على هنشوفه فين بالظبط في حياتنا، انا النهارده جايبه لكم 3 امثله عليها. تعالوا كده نسال نفسنا، امتى اخر مره سمعتي صوت الطفله اللي جواكي؟ امتى حسيتي ان انت بتعملي حاجه، والحاجه دي انت بتعمليها بس عشان ترضي اللي قدامك، لكن دي مش حقيقه؟
مم. طيب انا هعتبر ان مشكله المايكات عند الجميع، فانا ايه هكمل كلام. تهيألي في حد رفع ايده. اه قولي يا ناس. بشوفها أنا مش شخص عنيد، بس الطفلة اللي جوايا اوكي. دايما عنيدة، لأن كان حد من أهلي يعني بيمارس فكرة إن هتعملي ده غصب عنك، فبدأ مم. يتكون عندي لما كبرت فكرة العند، أنا مش هعمل الحاجة حتى لو في مصلحتي، اه وده immaturity صح. باينة. يعني مش محتاجة. هي مش فكره immaturity، بس هي فكره ده احتياج ما تلباش، او ما اشبعش في الطفوله. فاهمه؟ حقيقي محدش كان بياخدك seriously، بتاخدي for granted إنك رأيك مش مهم، بالظبط إنك لازم كده. تسمعي كلام الكبار اللي هم فاهمين عنك. بالظبط بالظبط بالظبط. تعالوا نشوف صوت الطفله دي ممكن يظهر في العلاقات ازاي. في العلاقات مش شرط يكون كده بالظبط، بس انا هديكوا امثله. اوكي؟ ممكن يظهر في تعلق زايد او تعلق مرضي بالشخص اللي معايا او بشريك الحياه او بصحبه معينه، او حتى تعلقي بامي او تعلقي بابويا. يبقى في تعلق كده مش طبيعي، تعلق مرضي، تعلق بزياده. ممكن يبان في حته تانية خوف من الهجر، انا دايما بعمل اي حاجه في استطاعتي او حتى فوق استطاعتي علشان بس انا خايفه من الطرف اللي قدامي يسيبني، انا خايفه ان هم يبعدوا عني. ممكن يبان في ان الطرف اللي معايا او شريكي في الحياه او في صحابي او هكذا عنده دايما حاسس ان هو مش مطمن، ما عندوش امان ان هو معايا. هتلاقوا دايما مثلا لو زوج وزوجه او كده، هتلاقوهم دايما: هو انت بتحبني؟ هو انت بتحبني؟ هي محتاجه تطمن. هي ما حستش انها بتتحب كانسانه من غير شروط تانية في الحياه من وهي طفله، فبقت دايما: هو انت بتحبني بجد؟ حتى بين الصحاب، حتى ما بين ماما وبابا، حتى ما بيني وما بين اي علاقه في حياتي. فبتبان في حته ان انا محتاجه اطمن، انا حاسه بالقلق طول الوقت، انا حاسه بالتوتر طول الوقت، خايفه اللي قدامي يسيبني، خايفه اللي معايا ما يكملوش معايا. فده بيبان في العلاقات بالشكل ده. ممكن كمان يبان في الشغل، في حته زي المثاليه، ان انا بضغط نفسي ضغط مش طبيعي عشان عايزه كل حاجه تبقى بيرفكت. ليه؟ وانا صغيره ما كنتش بتقبل الا لما بعمل الحاجه صح 100%. وانا صغيره ما كنتش بتقبل الا لما بجيب الدرجه النهائيه في الامتحان. وانا صغيره ما كنتش بتقبل الا لما كنت بحفظ القران وبسمعه للشيخ او الشيخه اللي كنت بحفظ معاه. وانا صغيره ما كنتش بتقبل الا لما يتقال لي: اقعدي هنا ما تتحركيش، ما اتحركش. لو قمت واتحركت انا مش محبوبه وانا مش مقبوله. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ انا لازم ابقى بعمل كل حاجه صح زياده عن اللزوم، عايزه كل حاجه بيرفكت، عندي رغبه في المثاليه والكماليه بشكل مفرط. كمان بيبقى عندي صعوبه في ان انا اتقبل النقد. في ناس لما تيجي تقول لها: بس على فكره في كذا، وبيبقى نقد بناء مش نقد هدام ولا حاجه، بس هم مش عايزين يسمعوا. هم اول ما تفتحي بقك هتلاقيهم بيهاجموك: لا انا مش كده، لا مش انت فهمتي غلط، لا مش عارفه ايه. الهجوم المباشر ده، هي مش قادره تتقبل النقد. وده راجع لايه؟ انها اتنقدت كتير جدا 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 وهي طفله. ارجعوا لاول 7 سنين زي ما اتفقنا. ممكن يبقى حاجه بقى تقريبا احنا يعني مشهورين بيها قوي: جلد الذات. احنا كده بنقعد كل يوم نمسك كرباج اسواني نجلد فيه ذاتنا. الله، انا عملت كذا وما عملتش كذا، طب انا ما عملتش كذا ليه، طب ليه، طب ليه، طب ليه، طب ليه، واقعد يعني ابهدل نفسي. ده شكل تاني من اشكال صوت الطفله المجروحه ممكن يبقى عامل ازاي. طيب بيبان فين تاني؟ بيبان في عدم الثقه بالنفس. بس ما بقولش انا بمشي شغل انا ما عنديش ثقه بنفسي، لكن ممكن ابقى ماشيه بقول: انا مش ناجحه في حاجه، انا فاشله. ممكن ابقى شايفه نفسي انا عمري ما هنجح في مجال معين، شايفه ان انا ما فيش حد ابدا هيحبني، شايفه ان انا لا استحق، الناس كلها تستحق كل حاجه كويسه في الدنيا الا انا الوحيده اللي ما استحقش. او شايفه ان الناس كلها كفايه بس انا مش كفايه، انا عندي نقص، انا فيا مشكله.
انا فيا حاجه مش كامله، انا فيا حاجه غلط، بيبان برضو في الحته دي. اتفضلي يا شيرين. طيب يا خلود، اللي بيخلينا نحس ان احنا مش ناجحين او احساس بالفشل ده كنا مفتقدين ايه واحنا صغيرين؟ افتقدنا ايه وصلنا لكده؟ مش فكره انا مفتقده ايه من وانا صغيره، فكره ان انت كان بيتوجه لك نقد او لوم مهما عملتي حاجه كويسه، بيتبص على الناقص مش بيتبص على اللي انت عملتيه حلو. فاهمه؟ يعني مثال بسيط قوي، هيتحكم عليكي بان انت جايبه في الامتحان 8 من 10 وانت طفله، يعني ايه في درجتين راحوا؟ ازاي الدرجتين دول يروحوا؟ انت غبيه، انت ما بتفهميش، انت ما بتعرفيش تنجحي، ده انا تعبت معاكي وذاكرت ومفيش فايده، انت فاشله، انت غبيه. فبيتزرع جوايا صوت ان انا الثمانية من 10 دي ده فشل، انا لازم اجيب العشرة. فانا مهما عملت في حياتي بعد كده، مهما ذاكرت، مهما طورت من نفسي في مجال شغلي مثلا، هفضل شايفه نفسي انا لا، اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه انا مش شايفاها، اكيد في حاجه حد هيقول لي بس لو كنت عملت دي كانت هتبقى كويسه. فاهمه بتتزرع مننا ازاي؟ ده طبعا شكل من الاشكال، بس الفكره ان انا ما بيتبصش للحلو اللي بعمله، بيتبص دايما للنواقص، بيتبص دايما للحاجات اللي واقعه، بيتبص دايما للحاجات الوحشه. طب ما انا عملت حاجات كثيره حلوه. يعني بالمناسبه دي كان في فيديو اثر فيا بصراحه، وكنت بتكلم عنه في الكورسات بتاعتي اللي انا بتعلمها مش اللي انا بديها. آه كان فيديو فايرل قوي على الانترنت من فتره تقريبا اسبوعين او 3. طفل صغير عنده تقريبا 7 8 سنين، بافتراض طبعا ان السيناريو كله حقيقي 100% وان هو مش تمثيل، وحتى لو تمثيل فهو برضه بيوديك رساله. اوكي، الفيديو ده طفل تقريبا 8 9 سنين قاعد بيتكلم مع باباه، بيقول له ايه؟ بيقول له انا اما بخرج مع ماما او بنروح في اي مكان، هي شايفه الناس، ولاد الناس كلهم محترمين الا انا، شايفه ولاد الناس كلهم مؤدبين الا انا. حد شاف الفيديو ده؟ شفتوا الفيديو ده؟ كان يقول له هي حكمت على ولاد الناس كلهم ان هم مؤدبين من الدقيقه اللي بتشوفهم، من الدقيقه. شفتيه يا نسمه؟ شوفيه يا آية، الفيديو فعلا مؤثر قوي. الولد بيقول له يعني هي حكمت على ولاد الناس ان هي محترمه عشان الدقيقه اللي شافته فيها، وجهاد كمان شافته. وانا يعني ما هو ممكن يكون الولد ده بيتشعلق، قال لها كده، قال لهم كده بالظبط، ما ممكن يكون الولد ده بيتشعلق على الحيطه في البيت، ما انت ما شفتيهوش. شفت الولد ده ماسك ايد مامته ازاي، مؤدب ازاي، انت لا. فبقول له انا مهما عملت هي شايفه ان انا وحش وولاد الناس كلهم حلوين. حتى الموقف ده بالظبط، والله كنت لسه هقول يا شيرين، انا شفت ده في الحقيقه، والله شفته في الحقيقه في تمرين ابني وانا قاعده في النادي. ابني بيتمرن كوره، ف في ام معانا جايبه ابنها، هو تمرين كره يد مش كره قدم، فكره اليد هناك في النادي بياخدوا من اطفال صغيره قوي يمكن 3 سنين وحاجات كده صغنطوطين خالص، فابنها صغير يمكن 3 سنين، 3 سنين وشويه. كميه الحاجات اللي بتتقال له، يا غبي يا غبي ركز، يا غبي انت مش فاهم، اسمع كلام المدرب. 3 سنين، 3 سنين او 4 سنين بالكتير. وابني لما جه يقرب عشان يشرب ميه فبتقول له شاطر، ايوه جدع، مش زي ابني الغبي اللي هناك ده. قلت لها بص ايديكي ما تقوليش كده على الولد، والنبي ما تقوليش كده على فكره. انا اللي بقول لها والنبي ما تعمليش كده. اللي هو قالت لي لا لا اسكتي انت ما تعرفيش حاجه، ده مطلع عيني، ده مش عارفه ايه، ده ما بيسمعش الكلام. ليه يا جماعه المقارنات؟ تعالي كلمه المقارنات، المقارنات. اتفضلي يا اسوم. الدكتوره دي قلت الاسم صح، اسوم صح؟ اسوم بنتي، انت رافعه عليك، اتفضلي. هلا كوتش. سؤال صديقتنا تقول إيش الاحتياج، أنا بربطه يعني بالنسبة لتجربتي الشخصية أربطه بالاحتياج لقبول الضعف. يمكن أنا كطفلة كنت محتاجة إنه أهلي يتقبلون ضعفي، يتقبلون فشلي، يتقبلون إنه أنا ناقص، أنا ممكن أفشل، ممكن إني ما أكون بيرفكت في أي شيء. فعلى العكس يعني يمكن الشخص اللي رباني يكون دائما ينتقدني، دائما ينتقد ضعفي.
فأتوقع إنه بالظبط. لازم نشتغل على هذا الموضوع. شو برافو عليكي رأيك كوتش؟ والله، برافو عليكي. صح، صح جدا، لان ده برضو بيرجع لايه؟ لحته الكماليه. انا ومش بس حته الكماليه، في احيانا بتبقى حته عدم فهم. يعني انا بقعد مع مثلا مجموعه من الامهات لما ببقى مثلا في تمرين في كورس في الابن وكده، احاول ان انا اشرح لهم: يا جماعه، القشره الجبهيه اللي في المخ لم تكتمل بعد عند الطفل، لم تكتمل. فعلشان كده هتقولوا الحاجه وهيغلط تاني، هتقولوا نفس الحاجه بتكرروها 20 مره وبيغلط فيها تاني. ده مش عيب في الطفل، هو ربنا خلقه كده، هو لسه بقيه مخه ما كملش. انتوا طالبين منه حاجه خارج امكانياته. لكن انا بشوف ايه؟ ان في نقص، ان في عيب، ان في مشكله، انه مش كامل. يا جماعه، النقص ده جزء من طبيعتنا كانسان. الكمال لله عز وجل. انا بشر، انا طبيعي يبقى عندي مشاكل، طبيعي يبقى عندي نقص. دايما بنحط ايه؟ ده بنت عمه جابت كذا في الامتحان وهو جاب كذا، ده مش عارفه بنت خاله عملت ايه وابن خالها عمل ايه. يا جماعه، في فروقات فرديه، احنا اسمنا فرد، فرد جايه من التفرد، كل واحد وليه مواصفات غير التاني. لكن ليه افترض ان الطفل ده مطلوب منه حاجه 2 3 4، ولما الاقيش فيه الحاجه دي ابتدي اتهمه بالنقصان، ابتدي اتهمه انه فاشل، ابتدي اتهمه ان هو ما عندوش الحته دي؟ لا، هي دي حدود امكانيات. انا طبعا شايفه رسائل كتير قوي، هحاول ان انا اقراها. بس اشكرك يا اسوم، يعني احسنتي والله. انا مش بقبل نقص نفسي لاني اهلي ما قبلوش، بالظبط يا شيرين. وتقبل العلاقات المؤذيه كمان، كنت بتقبل ان الناس تقلل مني وتهني وتكمل عادي، لان انا شايفه ان هو ده اللي انا استحقه، شايفه ان هو ده، ما هو انا اكتر ناس ادتني ده اهلي. يبقى هو انا ده صح كده، هو انا الصح ان الناس تدوس عليا؟ انا ما شفتش غير كده، ما اتعلمتش غير كده، ما حسيتش غير كده. آه وتقبل الخطأ من الطفل مهما أخطأ، لأن دي طبيعة النفس البشرية، بالظبط كده. عشان كده بنقول بنستغفر ونرجع تاني. ده حقيقي جدا. في فرق كبير بين إن أشجعه يبقى أحسن نسخة من نفسه، وإن يقهره يتجبر يبقى شخص تاني أعلى من قدراته. ده حقيقي جدا. يعني من أحد الحاجات اللي أنا كنت بحطها دايما في دماغي وأنا بفكر في تربية ابني: يا رب، يا ربي قدرني إني ما أطلبش منه حاجة أكبر من إمكانياته، وما كنتش واخده بالي ان دي امكانيات. يا رب قدرني اني اقدر اشوف صح، لاني بخاف ان يكون طالبه منه حاجه هي دي اقصى حاجه هو يقدرها، وانا اكون بضغط عليه، فبطلت اضغط. يعني هي دي حدود امكانياتك خلاص. اما الميس في المدرسه تقول لي: اه والله بس هو بطيء في الجرامر شويه، هي دي امكانياته، هعمل له ايه؟ هو انا لازم اقسى عليه عشان يبقى سريع؟ ما هو ممكن يبقى سريع وما بيفهمش، حافظ مش فاهم. هي دي حدود امكانيات، طب انا هعمل ايه تاني؟ خلاص. اتفضلي يا ساره، اتفضلي. معلش انا اسفه، بس عشان النقطه دي ما تقعش مني. فكره المقارنات، انا كنت بطل عالم في المقارنات مع بنت عمتي تحديدا، وقعدت فتره عندي مشكله نفسيه معاها يعني. لو في الوقت ده انت مش بتقارني بيها لان هي اعلى، يعني انا في 5 ابتدائي مثلا كنت الاولى على المدرسه بقرار رسمي بورق، ومع ذلك الرد وقتها ما فيش حتى مبروك، لا ده هو كلام كده بيقوله المدرس عشان خاطر مستني الحلاوه. كون ان انت طالعه الاولى ده مش مهم. هل هنا ده ناتج عن عدم استحقاقية عند الأهل نفسهم فده بيطلع علينا؟ وهل المفروض ده أنا يبقى ليا دور في تقويمه أو علاجه، ولا مش دوري لأن ساعتها هبقى منقذ؟ دي نقطة. النقطة التانية معلش في فكرة العلاقات. استني بس عشان افهم سؤالك صح. تحاولي تعتدي الاب والام نفسهم؟ ما هو أنا بشوف إن طالما ما فيش وجه لفكرة المقارنة، فكده الأب والأم نفسهم ممكن يكون عندهم عدم استحقاقية اتمارست عليهم فبالتالي بيمارسوها عليا. هل في الوقت ده حلو، ينفع يبقى انا يبقى في احاول حاجة؟ اعمل ايه؟ اتعامل مع نفسي انا، مش اغيرهم هم. انا مش مسؤوله عن تغيير شخص اخر، انا مسؤوله عن تغييري انا. تقبلي للحاجه دي في الوقت ده هتقبلها ازاي؟ هتعامل ما مع هو ده أنا ازاي؟ بوصل صعب قوي للتقبل تغيري حد بالدفاعية. مش انتي. حلو، انا بوصل معاهم للتقبل باللي هو التاكد والثقه ان انا حد واو فظيع، فبالتالي بوصل ده بتسكتي تسكتي زي البركان ساكت ساكت فجاه انفجر. لا على ما فكره هو ده مش انا واحد تقبل. اتنين. لا لا، ما هو ده مش تقبل. مش معنى ان انا اوافق على اللي هم بيقولوه وخلاص اهندله جوايا ان هم صح انا كده تقبلته. لا لا لا، انا هتقبله ازاي؟ في وجهه نظرهم، في زي ما انا طالبه منهم ان هم يشوفوا ان ده اقصى مجهودي،
او هو ده اللي انا عملته، انا لازم اتقبل ان هو ده اقصى فهمهم في مرحله الوعي الانساني اللي هم فيه دلوقتي. لا انا فاهمه؟ اقصد تقبل، انا فاهمه ان انا حد دلوقتي تمام، انا مش حد عنده نقص او حد عنده ديفو فانا محتاجه، لا. بس بس بوصل بالظبط ده كده. بغضب، انا بوصل ده بغضب. ما هو بتوصلي بغضب ده علشان انت محتاجه حاجه تانية. انت عارفه انت محتاجه هنا ايه؟ هم. محتاجه بنسميها كده احتياج للشوفان. شوفوني، عارفه الغريق اللي عمال يرقع بالصوت، انا هم. هنا انا هنا، شوفوني اسمعوني. هما في دايما احيانا لما بنحاول نوصل وجهه نظرنا لحد قدامنا بنلاقيه بيهاجم من غير ما يسمع. صح. احنا عايزين نسمع. افهم انا بقول ايه. عايز توافق عليه او لا براحتك، بس اسمعوا الاول، اسمعني، شوفني، شوف انا طالبه ايه، شوف انا عايزه اعمل ايه. فانت لما بتطلعيه بغضب بيبقى الغضب احتياج للشوفان. اسمعوا انا عايزه ايه، اسمعوا رايي، اسمعوا صوتي، انا ليا راي، مش لازم يكون رايكم انتوا بس هو اللي صح. فهو ده الاحتياج الاساسي اللي انا عايزاه، احتياج لان انا متشاف. تقدير، احتياج للتقدير. يعني تخيلي كده، اعكسي، تخيلي الطرف الثاني قال لك ايه. انا سامعه، انا فاهم انت بتتكلمي في ايه، صح، انت بتحاولي، مش لازم تكوني كامله، انا فاهم، احنا بنحبك على نفس اللي انت فيه. خلاص الموضوع خلص. طيب الاحتياج بتاعك انا اشبع، اسفه هديتي. سريعا برضو في بس فكره مش العلاقات. هتقدري تعملي ده فيهم. مم. اكيد فكره العلاقات بقى، لو انا وصلت ان انا كنت منقذ في وقت من الاوقات والفتره طويله مم. وخلاص للحظه انا خلاص انا مش هعمل ده تاني بمنتهى الهدوء، هل كده انا لبيت مم. الاحتياج اللي كان عندي، ولا ده مجرد تمرد على وضع انا حاسه ان انا فيه بصي بالضغط؟ بصي موضوع المنقذ ده موضوع كبير، او موضوع مم. الادوار عموما موضوع كبير. يعني انا كنت في الكورس بتاعنا بتاع حياتك على المسار الصحيح، حد اتكلم في لقطه المنقذ دي، وخدنا وقت بعد الكورس شرحنا فيها شويه. فالفكره في حته دور المنقذ ان انا ابقى فاهماه، ابقى فاهمه انا بعمل ايه، ابقى فاهمه ال... ال... الاستفاده اللي بتعود عليا من دور المنقذ. لان دي ناس كتير قوي ما بتشوفش. ناس فاكره ان دور المنقذ ده انا بعمله علشان انا اتورطت فيه، او انا بعمله علشان انا بحب المساعده، او ان انا بعمله علشان خاطر شايفه حد قدامي في مأزق فانا بساعده. لا، هو في استفاده واقعه عليا من دور المنقذ. فلما افهم الاستفاده وافهمها صح، وابتدي ان انا اشوف ان انا بلعب دور مش بتاعي، وابتدي اوقفه. اولا توقعي ان اللي قدامك هيبتدي يشوفك ان انت بقيتي وحشه، وان انت ما بقيتيش بتحسي، وان انت وان انت وان انت. لكن هل اشبعتي ده جواكي او لا؟ ما ينفعش احكم عليها. اما نبتدي نشوف هل انت في اي موقف تاني بتلجئي لده ولا لا. اما ابتدي اشوف انا كنت مع حد معين شايفه ان انا بلعب دور منقذ ووقفت ده، بس من غير ما احس هل ممكن اكون بقوم بالدور ده من غير ما اخد بالي مع ناس تانيه. مم. فهو لازم درجه وعي معينه اوصل لها ان انا ابقى فاهمه انا بلعب دور ايه مع كل حد. هديكي مثال كده، انا عارفه ان انا هقول الجمله دي وهفجر حاجه كبيره يعني. آه كنا بنتناقش في مجموعه نقاش كده، مجموعه من الناس يعني دارسين زينا وبنتكلم مع بعض، فكنا بنناقش فكره الامومه. خلاص. والفكره بتاعت ان غريزه الامومه بتقوم على ان احنا نحمي اولادنا، وان دي غريزه انا لازم لو لقيت ابني في مأزق ان انا احميه او انقذه. انا عارفه ان الناس كلها هتيجي عليا دلوقتي. طيب. آه لا، هو انا مش دوري ان انا احمي الطفل، ومش دوري ان انا انقذه كل ما يعرف يشتغل. فلما اتقالت الحته دي بقى ابتدينا نفهمها، ابتدينا نعرف ان احنا كده بنلعب دور منقذ لاولادنا، وان لا مش دوري. لو مثلا انا كأم بعمل حاجه او بعلم الطفل حاجه، ويجي الجد او الجده او الاب او الخال او الخاله او اي طرف تاني يبوظ الحته دي، فانا اجري عليه عشان الحقه. لا، ده مش دوري. انا دوري بعمل حدودي انا، امكانياتي انا. لكن ان اصلح مشاكل تانية بتاعت ناس تانية دي مش حتتي ودي مش بتاعتي. ففكره ان احنا بنلعب احيانا ادوار من غير ما ناخد بالنا. يعني احنا، عايزه اقول لك في السيشن دي ناس كانت بتقاوم مقاومه شنيعه ان لا ده مش دور منقذ، دي غريزه ام، لا ده مش عارفه ايه. وان احنا بقى نرجعها تاني للوعي المجتمعي، وان لا تعالي نقارن مجتمع شرقي بمجتمع غربي. بيجوا لما الطفل يبقى عنده 16 سنه بيسيبوه، ومهما حصل ومهما عمل بيسيبوه، ما اتحمل نتيجه مسؤولياتك.
واحنا هنا لا، وبناخد بالنا منه ونراعيه ونعمل لحد ما بيبقى راجل عنده 30 سنه وعايش مع والده ووالدته، لانه خلاص ما اتجوزش وقاعد معاهم. لا، دوري ان انا اكله واشربه واعمله. احنا بنلعب ادوار من غير ما ناخد بالنا يا سيدي. انا اخويا فانا لازم متجوز افهم. ومخلف وامي بتصحيه الصبح للشغل يا خلود. صباح الفل يعني. لا انا فاهمه ربنا اللي بتقوليه. يخلي لك، ربنا يخلي لك والدتك، وربنا يخلي لك ربنا اخوكي. يخليك. بس الفكره ان هم لازم كل واحد يعرف هو بيلعب دور ايه. انا عايش ازاي؟ انا عندي اعتماديه ولا عندي استقلاليه؟ انا معتمده على حد ولا ده نوع من انواع الحب، ولا ده نوع من انواع الحب المغلوط اللي شايفين ان احنا كده بنحب بس احنا كده بنبوظ من غير ما ناخد بالنا. موضوع كبير، وانا ايه مش عايزه اخش في حته مش بتاعتي دلوقتي يا ساره. حاضر، انا اسفه للبنات بس يعني لما الحاجه بتعدي ما بسالش في ساعتها بتطير من انا دماغي. انا عارفه. اسفه شكرا. لا 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 والله ابدا، لا لا خالص. انا بتكلم بس ان انا ايه، يعني الموضوع كبير، الموضوع كبير قوي بتاع الاعتماديه والاستقلاليه واحتياجات الطفل ازاي اديها له وامتى ولحد سن كام. ده موضوع يا لهوي كبير قوي، كبير قوي. وبجد بحييكي على اسئلتك طبعا. دايما دايما ساره بتجيلي في الاسئله اللي في الجون دي. طيب، نرجع تاني. تمام. ليه صوت الطفله المجروحه اللي احنا اتكلمنا ممكن يبان ازاي؟ انا ليه بقول لكم ممكن يبان ازاي؟ علشان انا النهارده بوريكي وبعرفك ان في حاجه اسمها طفل مجروح، وبعرفك هي صوتها ممكن يبان فين. علشان اعالج حاجه لازم ابقى عارفه ايه المشكله، يعني لازم ابقى حاطه ايدي على المشكله عشان اعرف اعالجها. مش هعرف اعالج حاجه وانا مش فاهماها اصلا. فانا دوري النهارده ان انا افهمك، اوريكي ان في حاجه جواكي ممكن تكون هي دي الطفله المجروحه اللي جواكي، محتاجه تتسمع بشكل عامل ازاي، محتاجه تتشاف ازاي، ممكن تبان ازاي، عشان اقفش ان انا جوايا حاجه ليها علاقه بالطفوله وليها علاقه بالجرح القديم اللي انا ساكن جوايا. فعشان كده جبت لكم العلامات دي، يعني دي احد اشهر العلامات للصوت بتاع الطفل المجروح. ماشي. طيب، هل بقى الطفل اللي جوايا ده لسه بيصرخ لحد دلوقتي؟ يعني لسه بيصوت وبيرعب الصوت، ولا قدرت احتوي الموضوع؟ فاسال نفسي كالعاده سؤال كوتشنج حلو كده. ايه اكتر حاجه بتخليكي تنهاري بسرعه، تبكي على فجاه، تحسي انك صغيره ضعيفه، تحسي ان انت محتاجه حد يلحقك؟ ممكن يكون ايه؟ مم. الظلم. الحقيقه. الحقيقه. الاحساس بالفشل. الظلم تاني. مم. العجز. عجز فعلا. العجز من الحاجات اللي بتحسي ان انت اعمل ايه، اعمل ايه، مش عارفه اعمل حاجه. صح، برافو عليك، برافو عليك. حلو قوي. طيب، تعالوا نشوف كده شويه علامات ان الطفل اللي جوايا لسه بيصرخ، لسه فيه احساس ان هو مكبوت، الظلم والضعف الخارجي الداخلي. برافو، اجابتكم كلها هايله. آه في علامات ممكن تبين لي، بتبقى حاجات باينه قوي، فاهمه؟ بس مش لازم هي دي بس اللي تعرفني ان في طفل جوايا مجروح. بس انا هقول لكم على اشهر العلامات، الحاجات اللي بتبقى واضحه وضوح الشمس. احيانا آه القلق المستمر، يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا مش كاتباها، بس القلق المستمر، الاكتئاب، بعض الادمانات المختلفه، مش بس ادمان مخدرات او ادمان كحوليات، ممكن يبقى ادمان علاقات، ممكن يبقى ادمان اكل، سكريات، ادمان شغل اللي هم الوركهوليك، علاقات غير مستقره، ممكن تبقى حساسيه مفرطه زي ما قلنا قبل كده تجاه النقد. لو حد وجه لي كلمه بس انا بفرقع في وشه. ممكن تبقى احيانا نوبات غضب مش مفهوم سببها، اللي هو تلاقيها حاجه بسيطه قوي بس انا فرط فوره مش طبيعيه. ممكن تبقى نوبات بكاء برضه مش مفهومه.
ممكن تبقى خوف رهيب من الرفض او الهجر او الفقد، ان انا خايفه افقد اللي قدامي، او اللي قدامي ده بعد يسيبني او يرفضني. هلع جوايا كده. ممكن يبقى تعلق زايد بشخص، زي ما قلنا ممكن يبقى اكتر من حد. احساس دايم بان انا مش كفايه، فقدان الاحساس بالذات او بالهدف. انا مش عارفه انا عايشه ليه، انا لازمتي ايه، انا عايشه كده وخلاص، عادي هعيش واموت واللي هيجي بعدي والدنيا ماشيه خلاص. العلامات دي كلها مش ضعف، دي معناها ان انت محتاجه تتسمعي، محتاجه حد يطبطب عليكي، محتاجه حد يقول لك ان انت مسموعه. لازم ابقى انا من جوايا عارفه افرق ما بين الطفله المجروحه والطفله السليمه اللي مش مجروحه. خلوني بس في البدايه اقول لكم كده ان احنا مثلا انا هتكلم عن المجتمع المصري. انا عارفه ان في ناس منوراني من بره مصر، بس مثلا هتكلم عن المجتمع المصري. اغلب الاسر في المجتمع المصري بنصنفها اسر متوسطه كلمه راحت من على بالي، ان هي يعني متوسطه الاضطرابات. يعني ايه؟ يعني مش لازم تلاقي الاكستريم اللي هو عنف وضرب وبهدله، ده موجود، انا ما بقولش ان هو مش موجود، موجود. وممكن تلاقي السليم نفسيا السوي نفسيا برضو موجود، ولكن الغالبيه الشائعه متوسطه الاضطراب، اللي هو 3/4 المجتمع منهم، اللي هو في مشاكل شويه عند الاب وفي مشاكل شويه عند الام، وخلفوا وتوارثوا المشاكل لعيالهم، جينات وتربيه وكل حاجه. فاحنا عايشين 3/4 اسرنا اسر متوسطه الاضطراب. فازاي اعرف بقى افرق ما بين الطفله السليمه والطفله المجنونه؟ في هنا مقارنه لطيفه كده صغيره تعرفنا الفرق ما بين الاثنين. طبعا الموضوع باين قوي، يعني الطفله اللي جواكي دي لو كانت حاسه بالامان هتتصرف ازاي؟ عندنا الطفله المجروحه بتبقى قلنا عندها خوف من الهدر. يبقى الثانيه عندها امان، امان طالع من جواها، مش ما عندهاش قلق ورعب وهلع ان الطرف الثاني في العلاقه يسد، انه يبعد عنها. والطرف الثاني ده زي ما قلنا ممكن تبقى في ناس بتبقى تتكلمي معاها تبقى مرعوبه على موت الاب او الام. انا عارفه ان ده شيء طبيعي، بس انا بتكلم في الاكستريم يا جماعه. او ان انا مرعوبه جوزي يسيبني، عندي رعب كده ان ابني يتجوز ويبعد عني. عارفين يعني احيانا مش بس بنتعلق بالاب او الام، ساعات بنتعلق بالولاد بتعلق مرضي، بنبقى خايفين ان هم يبعدوا عننا. فالامان بيبقى طالع من جوانا. اما بيجي اتعرض لظلم او قهر او موقف فيه حاجه صعبه بس. فالطفله السليمه اللي جوايا المفروض هتعمل ايه؟ هتعبر عن مشاعرها، سواء اتسمعت او لا، بس انا لازم اعبر عن مشاعري. الحته اللي انا كنت بتكلم فيها مع فرح من شويه، ان انا اللي قدامي لازم يديني الفرصه ان انا اطلع اللي جوايا. حقي ان انا اسمع، حقي ان انا اقول. اللي قدامي يتقبل ده او لا براحته، بس انا حقي ان انا اعبر عن اللي جوايا. حاجه كمان، الحاجه لرضا الناس. دايما اللي هم بيسموهم البيبول بليزرز، اللي هم انا لازم لما ابقى في مكان الناس كلها تبقى راضيه عني وبتحبني وشايفاني كويسه وشايفاني تمام. دايما متعلقه كده باراء الناس، انا يا ترى الناس شايفاني ازاي؟ انا عايزه ابقى كويسه. على النقيض الطفله السليمه لما تبقى جوايا بتبقى عندها انا كفايه، انا بحب نفسي، انا مقدره نفسي، انا شايفه نفسي ومديه نفسي حقها، مش مستنيه اللي قدامي يديني ده. انا مستكفيه بنفسي، عندي استحقاق كامل وشايفه ان انا استاهل، مش مستنيه ده من اي حد تاني. جلد الذات طبعا يعني زي ما قلت كده احنا اساتذه فيه. الجزء الثاني التعاطف مع الذات. مهاره التعاطف من الذات مع الذات. لما كنت بدرس مهارات الذكاء العاطفي مع كوتش نبيل، يعني عارفين اللي هو ايوه انا محتاجه ده انا محتاجه ان انا اتعاطف مع ذاتي اكتر، انا عايزه من ده. فعلا نورت في دماغي حته ان انا لا، انا ممكن اكون متعاطفه مع الغير
حلو قوي. لكن اجي حد عندي واحاسبها محاسبه الملكين، عارفين انت ما ينفعش تغلطي، لا انا دلوقتي عادي ان انا اغلط، مفيش مشكله، طبيعي. يعني هقول لكم على حاجه، خلود بتاعت زمان كانت اول ما السيشن بتاعت النهارده دي هتخلص هتقعد تقول انا كان المفروض ادخل على الانترنت من الانترنت التاني عشان اعمل حساب لو الخط فصل، انا كان المفروض ارتب نفسي علشان خاطر الزوم ما كانش الصوت يقطع، انا كان لازم مش عارفه ايه. طب يا ترى كده السيشن مش عارفه حصل لها ايه؟ الخطوط بتاعت زمان يا لهوي ما كانتش سكتت. دلوقتي خطوط خلاص هي متقبله اللي حصل، هو ده اللي كان في حدود امكانياتها، هي عملت اقصى ما عليها، الناس تقبلت ده او لا ده يبقى من من حسن طواهم هم. لكن انا شخصيا شايفه ان انا ما قصرتش، انا راضيه عن نفسي، راضيه عن حالي، متعاطفه مع نفسي. موقف وحصل وممكن يحصل مع اي حد تاني، يعني ممكن كان اي حد تاني يكون مكاني في الموقف ده. هي دي خلاص حقي ان انا اغلط، مفيش مشكله. لكن لو انا بقى ابتديت اجلد في نفسي ولا ما ينفعش ولا ازاي ولا ازاي ولا ازاي، ابقى انا كده جوايا طفله مجروح، طفله محتاجه ان هي تتسمع تشاف، طفله محتاجه تتقبل. آه قبل ما نسال نفسنا لو الطفله اللي قدامك دي موجوده هتقولي لها ايه، عايزه اشارككم كده الاحتياجات بتاعت الانسان. طبعا هي ليها نظريات كتير من اول إريك فريكسون لغيره، ولكن انا هكلمكم من غير نظريات ومن غير علم نفس، انا هتكلم على شويه احتياجات الانسان بيحتاجها، وابتدي دوري شوفي الاحتياجات دي ملباه عندك ولا لا. انت شبعانه؟ حاضر انا الاثنين هرد. شايفه الاحتياج ده ملبى عندي ولا في مشكله؟ فساعتها ابتدي لما ادور على مساعده ابقى عارفه ان انا بدور على مساعده عشان انا عندي الحته دي فيها مشكله. فعندنا مثلا من الاحتياجات، اول حاجه ده احتياج بشري عند الناس كلها، البقاء، تو سرفايف، ان انا ابقى عايشه، ده احتياج. الاحتياج اللي بعد كده الامان، ان انا احس ان انا مطمنه، الامان الداخلي والامان الخارجي في حدودي، انا ما احسش ان حد هيجي يقتحم عليا حدودي، ان حد هيأذيني، ان حد هيعمل في الامان. في احتياج تاني بنحتاجه هو اللمس، علشان زي ما كنا بنقول كده الانسان بيحتاج اكتر من حضن في اليوم، علشان خاطر هرمونات السعاده والاكسيتوسين يتفرز في المخ، واحس ان الاحتياج عندي اشبع. اللمسه الطيبه، احنا بنتكلم هنا عن اللمسه الحنينه، اللمسه اللي تطبطب، بنحتاجها. نسبه الاحتياج بتفرق من شخص الى الثاني، ولكن انا بتكلم بشكل عام. عندنا الاحتياج للاهتمام، ان انا الناس تبقى مهتمه بيا، ان انا بتكلم هنا عن الاهل بالذات، وبوجه كلامي ويا رب يسمعوا كل اب او ام ان هم يبتدوا يحاولوا ينفذوا الاحتياجات دي لاولادهم، يا رب يقدرني انا كمان على تنفيذ الاحتياجات دي لابني. الاهتمام، مش اول ما الطفل يجي يتكلم طب بس هخلص بس وبعدين نبقى نتكلم وننساه. فانا بطلع جعانه اهتمام، بطلع عايزه الناس تبص عليا، تشوفني، تسمعوني، يهتموا بيا بقى. التعبير الانفعالي دون كلام، ان انا اعبر عن انفعالاتي من غير ما اتكلم، ان انا اتسمع، اتحس، فهم انا حاسه بايه. ان اتسمع، احتياج السمع، ان انا اتسمع، ده احتياج. اني اكون انا، مش لازم اكون لابسه قناع او وش عشان اعرف اتعامل معاه. وده مش معناه ان انا امشي ارمي دبش وطوب على الناس عشان بس ايه نتفهم صح، لا، معناه ان انا اكون متواصله مع ذاتي الحقيقيه. خلاص، ده مش معناه ان انا اذي غيري، لا، معناه ان انا ابقى متواصله مع نفسي، واكون على حقيقتي. في عندنا مثلا احتياج القبول. القبول هنا بقى ده واسع وكبير قوي، ان انا ابقى متقبله اللي قدامي على انسانيته، خلاص، شايفاه محمل الجد، مش اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده، ما انا هسمع لحد زيك، لا، يكون متقبلينه فعلا، سايبه له حريه ان هو يكون نفسه زي ما انا عايزه ان انا اتساب على حقيقتي الذاتيه الاصليه، هو كمان يبقى عنده الحته دي، يتقبلوا مشاعري، يتقبلوا قراراتي، اختياراتي، يحترموني، يحترموا الفكره اللي انا بقولها، يحترموا القرار اللي انا بقوله، يوفروا لي كده دعم، يعني يبقى في احتياج للدعم، ان انا مسنوده، ان انا في حد بيساعدني.
كمان عندي احتياج الابداع، ان يبقى عندي فرصه كده اطلع كل اللي جوايا وابدع واجرب حاجات كتيره ومختلفه. ممكن كمان يبقى الاحتياج اللي عندي حريه، يبقى الاهل المسيطرين قوي، الاهل المتحكمين قوي بيخلوا الولد او الطفل او الطفله عندهم احساس بشعور ان انا ما صدقت ان انا اشم نفسي. وده بيبان قوي قوي في الطفل بالذات لما لو مثلا المسيطر كان الاب، والاب ده حصل انفصال او توفى او اي حاجه، بيبقى الطفل ساعتها كانه عامل زي العصفور اللي محبوس في قفص، ومره واحده فتحتي له باب القفص، شيلتي القفص خالص، طار خلاص، عايز حريه. ما هو انا مكبوته سنين وسنين. وهختم بقى، يعني طبعا في احتياجات اكتر من كده، بس انا هختم باحتياج انا شخصيا بشوفه ان هو مهم قوي، وان للاسف مش منتشر قوي، مش مفهوم قوي، وهو الاحتياج للحب الغير مشروط. انك تحبيني زي ما أنا. مش لازم اكون على هيئه معينه او شكل معين او بنجاح معين او بصفه معينه عشان خاطر تحبيني. لا، انا محبوبه زي ما أنا. مش لازم يكون شكلي رفيعه تخينه طويله قصيره، متعلمه مش متعلمه، بتكلم انجليزي ما بتكلمش انجليزي، ناجحه في شغلي مش ناجحه في شغلي، ناجحه في دراستي مش ناجحه في دراستي، لازم اكون كليه هندسه مش كليه تجاره. لا، انا محبوبه انا كانسانه زي ما انا كده. ده كده يعني من الاحتياجات اللي انا بشوفها عسل يا شيرين. ده بيظهر لو حتى الاب راح الشغل، ده حقيقي والله. ما هي الام بتمسكه فزاع، ده انا بس ابوك يجي هقول له، فالواد يحس ولا البنت تحس برعب. ما هو في عفريت هيجي يطلع البعبع، هيجي يطلع بلاوي عليا. ممكن لو المدير رمي دبش وطوب على فكره هو لا انا ما بشجعش الدبش والطوب. الحب ده من مين يا خلود؟ انت قصدك الحب الغير مشروط؟ والله يا شيرين من كل الناس. يعني انا لما هحب شيرين كصديقه، فانا هحبها زي ما هي، مش لازم شيرين تبقى عامله حاجه معينه عشان خاطر احبها. لا، انا هقبل شيرين زي ما هي وهحب شيرين زي ما هي. كأم محتاجه ان انا احب ولادي زي ما هم، مش لازم ينجحوا في مجال معين، مش لازم يكونوا شطار في حته معينه، مش لازم يكونوا مؤدبين وبيسمعوا الكلام، لا عادي يناقشوني ويفكروا ويقولوا ويعلوا صوتهم ونتفاهم مع بعض. فالحب المشروط من كل الناس، من كل الاطراف. تعالوا ناخد كده الناس اللي رفع ايديها وبعد كده نكمل في اخر حاجه. اتفضلي يا كوتش غاده. مرحبا حبيبتي خلود، يعطيك العافية. مرحبا، اهلا بيكي، نورتيني. نورك شافك حبيبتي. وسمع صوتك. يا عيوني. أنا عندي سؤال عن الطفلة المجروحة والسليمة. هل ممكن تجتمع فينا طفلة مجروحة في مناطق معينة وسليمة في مناطق أخرى، ولا هو الجروح يعني راح تشوه المناطق السليمة؟ لأن أنت عارفة إحنا يعني كل شيء داخلنا متكامل بطريقة يعني واعية وغير واعية، فممكن تكون المناطق المجروحة فينا مشوه المناطق السليمة. وإذا الإجابة إيه، كيف أعرف إذا هذه الأجزاء مجروحة فعلا وتحتاج شغل وعلاج، وهذه الأجزاء لا سليمة وتحتاج تحتاج سبورت مني؟ فكرة إن هي تبقى مغلوشة على مشاعر تانية أو مغلوشة على احتياجات تانية هتبقى راجعة لقيمة الاحتياج عندي. بمعنى أنا ممكن يكون في احتياج زي الأمان مشبع قوي جوايا، مشبع جدا، فأنا ما بحسش إن أنا قلقانة إن الطرف التاني يبعد عني أو يسيبني. لكن مش مثلا احتياج تاني زي احتياج الإيه، ممكن نقول احتياج السمع مش موجود. أوكي، فأنا دايما بحس إن اللي قدامي ما بيسمعنيش، فمن كتر ما الاحتياج ده غير ملبى اطلاقا، وان انا ما بتسمعش خالص، مأثر عليا قوي، او صوته عالي قوي لدرجه ان انا مش شايفه بقيه الحاجات الحلوه. هو ده صوته عالي، عارفه بيبقى الطفله المجروحه هنا صوتها عالي قوي في الحته دي. فهي الفكره ان انا احاول ادور على ايه اللي صوته عالي قوي عندي، ايه اللي بيصرخ عندي، زي العلامات كده اللي كنا من شويه بنقولها، الحاجات اللي ممكن تبقى باينه عندي زي نوبات الغضب، الحساسيه المفرطه، الاعتماد العاطفي، صعوبه الانفصال، تقدير ذاتي منخفض. اشوف بقى ايه العلامه اللي عندي، لان قلنا في علامات كتير وممكن في علامات اكتر من كده بكتير كمان، بس انا كنت بجيب لكم العلامات الشائعه قوي او الحاجه، لان طبعا السيشن مش هينفع تبقى طويله قوي، فانا كنت بحاول اجيب لكم الحاجات المنتشره قوي او المعروفه قوي.
فابتدي اشوف الاحتياج اللي عندي. عشان كده انا قلت لكم شويه احتياجات كده في الاخر، ابتدي ادور هو انا الاحتياج ده عندي، انا بحس بالحاجه دي مشبعه عندي، ولا محتاجه ان هي، لا محتاجه ان انا اكملها، بحس ان هي لا مش كامله، بحس ان انا عندي احتياج للحاجه دي اكتر. ف بالمناسبه دي عايزه اقول لكم على حاجه. عارفين شركه كوكاكولا كانت عملت من فتره ورجعت عملت تاني. حاضر، انا قربت خلاص، انا قربت خلاص يا نسا، انا قربت خلاص. كانت عامله مخليه الكان بتاع البيبسي عليه اسامي الناس. دي لعبه تسويقيه على احتياج الشوفان، ان ده اسمي فانا اجيبها عشان اشوف اسمي، عشان احس ان انا. فتخيلوا هي لعبه تسويقيه بس قايمه على احتياج انساني، قايمه على احتياجي ان انا اتشاف. فهي الفكره في كده، ان انا اشوف ايه الصوت العالي اللي جوايا، ايه الصوت اللي بيصرخ جوايا، ايه الصوت اللي انا بحسه مشكله كل مره اقع فيها بنفس المنظر، انا ما بتعلمش. علاقه بخش فيها كل مره اغلط نفس الغلطه، ما بتعلمش. فالصوت اللي جوايا ده ايه؟ اما ابتدي احط ايدي على الصوت ده ايه، ابتدي بقى اشوف اذا كان ممكن اروح لمعالج، ابتدي اقرا، ابتدي اتعلم، ابتدي رحله بحث، رحله وعي، اشوف انا ازاي اقدر اتشافى من حاجه زي كده. تمام. انا هجيب لكم في النهايه تمرين كده للتشافي، بس ده غير كده. يعني انا بقول لكم اهو، هو حاجه نقطه بدايه، نقطه بدايه كده. لو حد فعلا عارف العلامه اللي عنده، ممكن يبتدي بيه، يعني ممكن يبتدي بالخطوه دي. ايه تاني ممكن نقول؟ عايزه اقول لكم برضو حاجه، ان الجروح القديمه من الاب والام عاده بتظهر في العلاقات بان احنا بنطلعها، بنعمل عليها اسمها طرح على العلاقات، الشخص اللي احنا بنرتبط بيه. الطرح ده بيبقى ايجابي يا سلبي. يعني ايه الرغي ده؟ يعني مثلا لو كانت عندي مشكله ان انا مش متشافه وشايفه امي هي المسيطره في البيت، فانا لما اجي اختار علاقه بختارها في حاجه من الاثنين: يا اما ببقى انا كمان مسيطره في العلاقه، يا اما بختار العكس تماما، بختار الطرف الثاني هو اللي مسيطر قوي علشان خاطر اتفادى اللي حصل مع ماما. ده مثال. فبيظهر الجروح القديمه بقى في علاقاتنا اللي احنا عايشينها دي. ماشي. فلازم، واحيانا لما بنيجي نختار لسه شريك الحياه، بنختاره بناء على الاحتياج اللي ناقص لي من الاب والام اساسا. فبختار علاقه انا بدور فيها على اب او ام، مش بدور على زوج او زوجه. فكل العلاقات دي طبعا بتبوظ بسبب الحاجات دي. تعالوا كده نخش على التمرين علشان يعني في النهايه ايه ده. تمرين بسيط كده، حاجه سهله بسيطه ممكن نبتدي بيها ازاي ان احنا نبتدي رحله الشفاء من الطفله المجروحه اللي جوايا دي. التمرين ده محتاج ان انا اكون في مكان هادي، مكان انا حاسه فيه بامان، مش قاعده في وسط دوشه، مش قاعده في وسط حد هيقومني او هيمشيني، لا انا مكان هادي، مكان انا قاعده فيه براحتي. وابتدي اقفل عينيا خلاص، واتخيل نفسي ماشيه في مكان هادي. وفجاه اتخيل، يعني تتخيل ان انا الاقي طفله صغيره واقفه قدامي لوحدها. علشان التخيل هنا ينجح، حاولوا تستخدموا حواسكم كلها. اتخيل هي لابسه ايه، طولها ازاي، عامله ازاي، شايفه ايه، ماسكه ايه، كل حاجه بصالي حتى ازاي. وابتدي اقرب منها. الطفله دي هي انت، هي الطفله الداخليه اللي جواك. اقرب منها واقول لها ان انا شايفاها، ان انا هنا، مش هسيبها، انا معاها. اطمنها ان انا ممكن اكون كنت مشغوله، بس دلوقتي انا جيت، انا هبتدي اتعامل معاها. وابتدي اقرب واحده من الطفله الصغيره دي، كل ده في خيالي طبعا. وبعد كده، بعد ما بخلص ده، بكتب لها رساله. طب نبتدي حاجه اسمها عمليه التبديل، وابتدي اوجه رساله للطفله المجروحه اللي جوايا. زي ما كنت بسالك كده في اول سؤال خالص، لو الطفله دي قابلتيها هتقولي لها ايه؟ زي ما كانت نانسي كده في البدايه بتقول لها هخرجها وافسحها واطبطب عليها واقول لها ما تعيطيش فانا عايزاكم تعملوا نفس الكلام. هتبتدي ان انت تقولي لها ان انا بحبها زي ما هي، متقبلاها بكل اخطائها، بكل مشاكلها، بكل نقصها، بكل عيوبها، فخوره بيها على كمالها في حدود امكانياتها، فخوره بيها على نقصها في حدود امكانياتها. اقول لها انا سامعاها، مهتمه بيها،
وابتدي اكتب لها واعمل لها عمليه تدوين ان انا اقرب من الطفله اللي جوايا دي. في حاجات كتير ممكن تساعد في عمليه الشفاء، زي ما بنقول كده الكتابه، التدوين اليومي، التخيل، التامل، الحاجات دي بتساعد قوي. اني ارجع اعمل حاجات بحبها من غير ما احكم على نفسي. تمام. اشيل القناع كده واعمل حاجه بحريه ومن غير ما احكم فيها على نفسي. لعب، ابداع. حاجه كمان مهمه قوي، اتعلم اقول لا واحط حدود، وما يبقاش عندي احساس بالذنب. حاجه هتيجي على حدودي اقول لها لا، ستوب، ما تعديش حدودك معايا. وده مش هيخليني احس بالذنب ان انا قلت لك لا. لا، حق. التوكيدات الايجابيه كمان، البوزيتيف افرميشن، بتبقى لطيفه جدا بدل الافكار السلبيه اللي اتزرعت فيا على مدار سنين. واخيرا طبعا واهمهم العلاج النفسي، يعني ان انا اروح لمعالج واتكلم في حتات الطفل الداخلي، ونبتدي ندور ونشوف ايه المشكله اللي ناقصه عندنا. احساس بالامان، احساس بالحب، احساس بالتقدير، احساس بالقبول، احساس الشوفان، ان انا اتسمع. اشوف ايه اللي انا محتاجاه وازاي ابتدي اشبعه عندي عشان اموف اون واحس ان انا قابله نفسي بكل اللي فيها. ده كده بشكل عام محاضرة النهاردة. أنا حاولت إن أنا أخليها مش كبيرة، حاجة صغيرة تخليني أقدر إن أنا أبتدي رحلة أفهم فيها نفسي أكتر، أقرب فيها من نفسي أكتر، أفهم أنا النقط اللي عندي راجعة لإيه. هل ده فعلا، يعني أحيانا لما بنقابل مشكلة ما مثلا، وتيجي الكلاينت تقول لي أنا عندي مشكلة كذا، ايه الصوت اللي جواكي؟ صوت مين اللي بيتكلم؟ صوت مين ان انت فاشله؟ صوت مين ان انت مش كامله؟ صوت مين ان انت ناقصك حاجه؟ هتلاقيه صوت بابا، صوت ماما، صوت جده، صوت جد، صوت مدرسه في المدرسه كانت دايما تنتقدني. فانا عايزه افهم ده صوت مين، اعبر عن مشاعري، يبقى في مساحه امان اقدر ان انا اقول فيها اللي انا عايزاه، وابتدي بقى مع نفسي في سيشنز كده من العلاج النفسي، ان انا احاول اوصل للحته اللي انا، الارض الصلبه اللي انا عايزاها، عشان اعرف افهم نفسي صح، اختار علاقات صح، اتواصل مع نفسي صح، واحب نفسي صح. ده كده بشكل عام موضوع النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، يكون نور معاكم جواكم حاجه. لو حسيتوا ان انتوا محتاجين مساحه امان تبتدوا فيها، السيشنز اكيد مفتوحه، وتواصلوا معايا على الواتساب ونحاول ان احنا نظبط سيشن ونعمل ده. مش شرط، مش لازم معايا، مع اي ثيرابي، مع اي اخصائي نفسي، مع اي حد حاسه انت معاه بالامان، نديكي المساحه انك تكوني انت بكل كعبلتك، بكل حلاوتك، بكل وحشتك، بكل حاجه. بس كده. اتمنى تكون السيشن فادتكم. شكرا 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 لكل كلامكم الحلو ده، وشكرا جزيلا ليكم. يعطيكم العافيه كلكم يا رب، وكلكم نورتوني. واشكركم. اللي عايز يتفضل يتفضل، واللي عايز يسال على اي حاجه انا معاكم. شكرا شكرا. ازيك يا الله خلود؟ يسعد قلبك. انا عندي لك سؤال واحد بس. انت اتفضلي. قلتي اولا شكرا على المحاضرة، ربنا يكرمك ويجزيكي كل خير. انا انت قلتي آم، يعني انا عارفة الأخطاء وعملتها، بس ازاي اتقبلها؟ يعني انا مدركة مثلا المشكلة دي وعارفة انها عندي وبتقبلها، بس لا، على acting life انا ما بعملهاش، يعني على real life انا بعمل عكس اللي انا بقول ان انا مدركة ان ده غلط. فاهماني؟ امم طب السؤال، بتعملي العكس ليه؟ عشان انا وانا بعمل العكس انا مقتنعة بيه، تمام، بس بوهم نفسي لا انا اتغيرت او انا تقبلت مثلا اللي حصل، وهو في الحقيقة الاكتنج اللي انا بعمله ما بيقولش ان انا تقبلت اللي حصل. يعني انت في الحقيقه فعلا ما تقبلتيش، صح؟ ممكن تقولي بصي، الواحد تصالح السلوك يعني اللي وكده. بنعمله بصي السلوك اللي بنعمله دلوقتي قد يكون راجع لبرمجه متبرمجينها من واحنا صغيرين. فانا حتى لو عارفه الصح، انا بحكم التعود بعمل الغلط. مهم. ماشي. لكن الفكره ان انا
ابتدي اعلي الوعي عندي ان لما الاقي العلامه دي، ان طب انا ليه بعمل ده وانا عارفه ان هو غلط، انا ليه عملته، اوقف نفسي بقى، افرمل نفسي، فاهمه؟ لا 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 ستوب. او ابتدي امسك الموضوع من الاول. ابتدي امسك الموضوع الاول ازاي؟ وده الافضل طبعا، لما بنيجي نعمل مثلا جلسات CBT او علاج معرفي سلوكي، ماشي، بنبتدي من البدايه. السلوك اللي انا بعمله ده بيبقى ناتج لايه؟ في مثلث كده خلاص احنا بنشتغل بيه. المثلث ده بيقول ايه؟ ان انا بيحصل حدث او موقف، تمام؟ الموقف ده بيثير فكره في دماغي، حلو؟ الفكره دي بتعمل ايه؟ بتعمل شعور داخلي جوايا. لما بحس الشعور ده بعمل السلوك ده، خلاص؟ في الحاجات دي كلها العنصر اللي اقدر اتحكم فيه واغيره هي الفكره اللي جت في دماغي. فانا ايه الفكره اللي جت في دماغي؟ الفكره اللي جت في دماغي ان انا فاشله. ابتدي امسك الفكره دي بقى واحاسبها، انا ليه بقول على نفسي فاشله؟ ايه دليلي ان انا فاشله؟ ايه الحاجات اللي حصلت ومثبته فعلا تقول ان انا فاشله؟ ان انت مثلا ما عملتيش التقرير بتاعك مع المدير بتاعك صح للاخر، او غلطتي فيه 3 غلطات. طب ده معناه ان انا غلطت 3 غلطات، مش ان انا فاشله. ايه تعريفي للفشل؟ انا ليه بحكم عليه ان هو فاشله؟ ليه شايفه انه ناقص ومش شايفه الحلم؟ ده مثال طبعا. طبقي نفس بقى المثال بنفس التكنيك بتاع التطبيق على اي حاجه ثانيه، على علاقه مثلا. انا ليه اخترت العلاقه دي؟ ايه الفكره اللي جت في بالي؟ ايه الاحساس اللي هو اداهوني خلاني شفت ان هو ده الحد اللي انا هكمل معاه؟ طب الاحساس ده صح ولا غلط؟ الشعور اللي انا حسيته ده ناتج عن ايه؟ عن فكره. الفكره دي جت منين؟ فلازم ابتدي احاسب الفكره نفسها. فاهماني؟ تمام. بس فده بقى بيبقى محتاج ان احنا ايه، نراجع كده افكارنا اول باول قبل ما اتصرف او قبل ما اعمل سلوك معين. اشوف انا ايه الفكره اللي جت في بالي. يعني من اول الخطوات اللي بنشتغل بيها بان احنا بنخلي العملاء تعمل حاجه زي اسمها مفكره افكار. اي فكره تيجي في بالي او ما كاتباها قبل ما اتصرف وابتدي احاسب. يعني بتأنى كده قبل التصرف واشوف الفكره اللي في دماغها كده وامسكها واقفشها واحاسبها. تمام، شكرا. لكن اتصرفت على طول فده ناتج من ايه؟ من اللاوعي بقى. التجارب البرمجه العصبيه اللي انا عشتها من سنين وسنين وسنين وانا طفله هوب طلعت. وده اللي انا كنت بقول عليه في العلاقات. احنا ساعات بنختار علاقه بالطرح، انا ما بفكرش، انا والله شايفه كذا كذا كذا، فانا لقيت نفسي رايحه في الاتجاه ده من غير ما افهم. ده بيبان امتى؟ من الوعي، حسب درجه الوعي بتاعتي. فانا لازم بقى ابتدي رحله وعي مع نفسي وافهم نفسي صح واتقبل نفسي صح واحب نفسي صح واشوف احتياجاتي ايه والبي احتياجاتي عشان وعي يزيد واحده واحده، عشان ما اقعش في بلاوي تانية. يعني ابتدي الحق نفسي واحده واحده بس. تمام. شكرا يا منى. اتفضلي يا شكرا. شيرين. عفوا. بصي يا خلود، انا مش عارفه اتقبل التعب او المرض، فده مم. بيبقى ناتج عن فكره ايه؟ يعني مش عارفه الفكره اللي جوايا ايه وازاي احللها. ايه اللي بتحسي بيه او ايه اللي بيجي في دماغك لما بتبقي تعبانه؟ بحس بالفشل، بس حاسه ان هما الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. مم. طيب بتحسي بالفشل بيبقى مطلوب منك حاجه وما تقدريش تنفذيها عشان تعبك يعني؟ لغيت الشغل عشان انا تعبانه، لغيت الحلقه عشان مش قادره، مش هروح مشوار عشان مش قادره، حاسه ان انا مش عارفه اتعامل زي اللي في سني. مم. وده بيخليكي تحسي بان انت ايه؟ فاشله. فاشله. دي فكره مش شعور. انا عايزه شعور. شعور بالحزن. بالحزن. ممكن ايه كمان؟ اعيط كمان، ممكن اعيط. بالحزن بتبقي حزينه ان انت تعبانه ولا بتحسي ان انت، انا مش عايزه اقول اللفظ عشان ما تاخديهوش من على لساني، لا بس لا، انت قولي. بتحسي بالحزن ان انت تعبانه؟ يعني لما بتبقي تعبانه بتحسي ان انت حزينه؟ شعورك بيبقى حزينه قوي. حزينه؟ استني كده طيب اجيب وبعيط. لك. طب استني خليكي معايا. هجيب لك هنا كده صوره ل المشاعر. ماشي. استني دايره المشاعر. استني بسم الله. هجيب لك عجله المشاعر دلوقتي، ماشي؟ وشوفي اقرب شعور بتحسي بيه ايه غير الحزن. يعني طلعي لي شعور تاني.
اتفقنا؟ تمام. ثواني افتحها بس ايه على على الشير هنا. حلو يا خلود. خلود بتقول بالكسرة، يعني بالعجز تقريبا، يعني مكسورة عجزة. حلو ماشي. ثواني مش عايزة افتح ليه؟ انا مش عارفة النهارده الابلكيشن ده معاند معايا ليه. عادي عادي، احنا قدها ولا بيهمنا. اوكي، هحاول ازوم شوية عشان تبقى باينة كده، باينة شوية. اوكي، عندنا مشاعر اساسية زي الحزن، السعادة، الفجأة او ان انا متفاجئة، الشعور بان انا في احساس سيء انا حاساه، خوف، غضب، اشمئزاز. ممكن خوف كمان. المرض بيخليكي خايفة. خايفة ايه بالظبط اللي بتحسيه بالخوف؟ يعني شايفة هنا جواها حاجات تانية، فزع، قلق، غير آمن، ضعف، رفض، تهديد. هكون مرفوضة في الشغل، خايفة ايه؟ في الشغل. مين هيتقبلني انا تعبانة؟ بحس بقلة الأمان، لأن هو الأمان مثلا بالنسبة لي في الصحة. ببقى قلقانة جدا، مش عارفة هل أنا هتعب أكتر، هل إيه اللي هيحصل. ده كده الخوف. حلو قوي. يعني ممكن يكون علامة من علامات زي ما كانت خلود برضو بتقول كده، الكسرة أو الضعف، إن أنا مش عايزة أشوف نفسي ضعيفة، مش عايزة أشوف نفسي مستبعدة، مش عايزة أشوف نفسي حاجة تانية غير إن أنا مثالية، وإن أنا بقوم وبعمل شغلي وبعمل كل حاجة، والتعب ده بيبقى نقص أو حاجة هتخليني خايفة إن أنا أخسر شغلي، خايفة أخسر أماني. ممكن أبقى الناس مش متقبلة ده مني، مش محبوبة، مش متشافة. صح؟ مظبوط. السؤال بقى دلوقتي، لو واحدة بتحبيها قوي قوي وجت قالت لك أنا تعبانة ومش قادرة أعمل أي حاجة وصحتي على قد جدا، مش قادرة، أنا مش قادرة حتى أقوم أعمل أكل ولا شرب لولادي، مش قادرة يا شيرين، أعمل إيه؟ شيرين هتقول لها إيه؟ هقول لها خدي أجازة وارتاحي، ولما تبقي كويسة هنعوض كل ده، وكل ده مش مهم، وأهم ما حاجة أنا صحتك. خايفة يا شيرين، خايفة ما يمشوني من شغلي، خايفة إن أنا ما يقبلونيش، خايفة إن أنا يقعدوا يقولوا عليا كل شوية بتعب، دي هتشتغل إزاي؟ خايفة يا شيرين، هعمل إيه؟ بس دي حقيقة، هي مش بتمثل، هي بجد تعبانة. وبعدين مش هو أنا ما هنخاف قلتلكيش من إنها رزق بتمثل. شيرين، أنا ما أيوة بقولكيش إنها بتمثل. أيوة أنا أيوة، بقول أنا لك أنا دلوقتي مصدقاها. صاحبتك وبقول لك أيوة. ده، أنت هتقولي لي إيه؟ أنت هتقولي لي إيه؟ هقول أنا لها خايفة يا تاخد شيرين. أجازة وما تقلقش من الشغل وما تقلقش على الفلوس، لأن ربنا هيرزقنا كلنا. ما طب ليه تقلقيش. شيرين ما بتقولش ده لنفسها؟ مش عارفة. بس دلوقتي حسيت إن أنا أحسن، إن فعلا أنا محتاجة عارفة ليه ما أجازة. بتقولهوش لنفسك؟ عشان ما ليه؟ عندكيش حتة التعاطف مع الذات اللي كنا بنتكلم عنها. مفيش للأسف. أنا هتعاطف مع أمة لا إله إلا الله، لا هاجي لا. لحد عندي واجلدها. مطلوب مني كمالية، أنا مش مقبولة في وقت ضعفي، مش مقبولة إن أنا أبقى ضعيفة، إن أنا أبقى تعبانة، إن أنا أبقى حزينة، إن أنا أبقى مش كاملة. لأ، أنا إنسانة. إنسانة دي بتشمل كل حاجة، ضعفي وقوتي، الشيء ونقيضه، لأن أنا بشر، مش هقدر أبقى كل حاجة يا شيرين، فاهمة؟ فصلحي الفكرة زي ما كنت بتكلم من شوية، صلحي الفكرة الأساسية اللي في دماغك. الفكرة اللي هي إيه؟ أنا عادي لما آخد أجازة وارتاح وكل حاجة تتصلح بعد كده. نفس الفكرة اللي أنت قلتيها للحد اللي بتحبيه قوليها لنفسك. الفكرة إن إحنا بنبقى شطار قوي في مداواة جروح غيرنا، لكن بنيجي لحد عندنا لا، انا لازم اولع في نفسي واجلد. مش انا قلت لكم احنا شطار قوي في جلد الذات؟ فعلا. احنا شطار قوي في ان احنا نجلد ذاتنا. لا، انا بشر،
الفكره اللي جوايا بتاعت ان انا تعبانه وان انا ضعيفه وان انا هيزعلوا مني او هيبعدوا عني او مش هيقبلوني في شغلي او ان انا هيرفضوني، كل المشاعر اللي انت قلتيها دي، لا، كل الافكار الغلط دي انا همسكها واغيرها. اغيرها بايه؟ بالحقيقه. الحقيقه هي ان انا ايه؟ بشر، مش آلة. صح؟ ده حتى الآلات ممكن تعطل، لكن انا بشر، فطبيعي ان انا اعطل، طبيعي ان انا اتعب، طبيعي ان انا يجي عليا ان انا وقت اتعب. محتاجه ايه؟ زي ما انت قلت لها كده، خدي اجازه، محتاجه ان انا اتنفس، ارتاح، اخد اجازه، اخد بريك. فغير الفكره اللي بتجيلي اول ما بحس ان انا تعبانه. غيري الفكره، هتغيري الشعور اللي جواكي، هتغير سلوكك. شكرا يا خلود، بجد ربنا يزيدك من علم يا حبيبتي، ربنا يفتح عليكي، احسنتي، جزاك الله خيرا. افهم. اشكركم شكرا جزيلا جميعا، واتمنى اكون جاوبت عليكم كلكم. بتهيألي انت يا منى رفعي ايدك تاني ولا كده من الاول؟ لا ربنا يخليكي، ده من الأول. شكرا يا خلود، ربنا يكرمك يا رب. تمام تمام، شكرا جزيلا ليكم جميعا، واشوفكم على خير. وان شاء الله في الجروب بتاع الواتساب هنزل لكم ان شاء الله استطلاع جديد بموضوع جديد، والموضوع اللي انتوا تختاروه هنعمل عليه الورشه الجديده المجانيه باذن الله. اشوفكم على خير، نورتوني. شكرا. خلود انت لسه موجودة؟ اه معلش اسألك سؤال، انا شفتك لما عرضتي الصورة دلوقتي لشيرين، هو انت بتعملي سيشنز تحطي فيها صور ومنها بتعملي اناليسز للشخصية؟